روى ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قصة عن المبارك بن سعيد النحوي الواسطي الملقب بالوجيه، حيث قال: وكان الوجيه لا يغضب قط، فتراهن جماعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذا، فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية فأجابه فيها بالجواب، فقال له السائل: أخطأت أيها الشيخ، فأعاد عليه الجواب بعبارة أخرى، فقال: كذبت، وما أراك إلا قد نسيت النحو. فقال الوجيه: أيها الرجل، فلعلك لم تفهم ما أقول لك. فقال: بلى، ولكنك تخطئ في الجواب. فقال له الوجيه: فقل أنت ما عندك لنستفيد منك. فأغلظ له السائل في القول، فتبسم الوجيه ضاحكا وقال له: إن كنت راهنت فقد غلبت، وإنما مثلك مثل البعوضة سقطت على ظهر الفيل، فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني أحب أن أطير. فقال لها الفيل: ما أحسست بك حين سقطت، فما أحتاج أن أستمسك إذا طرت. ومن هذه القصة نأخذ عبرة، وهي أن العاقل الواثق من نفسه لا تستنزله الحماقات ولا تهز ثقته المهاترات، فإن البشر أنواع وأشكال، ولن يستطيع العاقل أن يحمل الناس على طبقة واحدة رفيعة في العقل والطباع، فلذلك لا بد من إحكام التعامل مع صنوف الناس وتغليب جانب الحلم والأناه في ذلك، فإن تلك الخصلتين يحبهما الله تعالى. وقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه.